السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. الزمالك فاز امس على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. احرز اهداف الزمالك اوباما وعبد الله السعيد، فيما سجل احمد مجدي هدف عكسي للجيش. قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة يوم الجمعة من التدريبات الجماعية. يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت على ملعب النادي استعدادا للقاء بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل. من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الفائز من مباراة البوليس الكيني ضد البن الأثيوبي وذلك في بطولة الكونفدرالية، ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة يوم الاثنين المقبل وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية. جوميز: الشوط الاول ما لعبناش ماتش كويس وكنت عايز اشوف عقليه اللعيبه الهجوميه اكتر. الفريق ما لعبش الشوط الاول بالطريقه اللي انا كنت عايزها، والشوط الاول ما كانش عادل اننا نتقدم، لكن هي الكوره كده، ممكن تبقى متفوق حتى لو مش مستحق. الشوط الثاني نظمنا نفسنا واشتغلنا افضل وقدرنا نكسب. جوميز عن محمد عاطف: انا وضحت ان عندي اسبابي اني العبه باك ليفت لان في نقص في المكان ده، وعندنا لاعب في قطاع الناشئين اسمه حسن وبيتمرن معانا كويس ويستحق ياخد فرصة في المكان ده. محمد عاطف ما لعبش كويس في الشوط الاول ولكن عالج الاخطاء في الشوط الثاني. جوميز: ليه ما تمش اعلان قائمة الزمالك؟ السؤال مش ليه ما حطناش القائمة، ليه اصلا نحط القائمة؟ لان عندنا نقص كتير وطبيعي نقفل على نفسنا ولازم نقفل علشان نبقى اقوى في المستقبل. وتابع النادي مفتوح جدا وناس كتير عارفة حاجات ما ينفعش تعرفها، وليه لازم نفتح لكل الناس تبقى عارفة كل حاجة. جوميز: شيكابالا مصاب إصابة قوية تسببت في تأخيره في العودة. وتابع شيكابالا: سدد الهواء بدلا من الكرة والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه ونتمنى أن نراه في أقرب وقت. جوميز ردا على سؤال نداي: ده اخر ماتش له. بالنسبه لنداي هو لاعب ملك نادي الزمالك حاليا ومعرفش لو عنده مشكله في حاجه معينه هنشوفها، لكن لو مشي عندنا لعيبه بديله ووجهه نظري. عمرو ادهم عبر اكس: قرار تاخر كثيرا، ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. لا يجب ان يكون التطهير في انتظار كارثه حتى يتحقق التطهير، يجب ان يكون عقيده راسخه للامم للقضاء على الفساد. رضا عبد العال: طارق مصطفى لو مسك الزمالك مع اللعيبه اللي موجوده دلوقتي اتفرج على نادي الزمالك هيكون بشكل تاني خالص. طارق مصطفى ده شخصيه قويه وفرق مع البنك الاهلي بسبب شخصيته. الفريق كان في المركز الاخير رغم ان في لعيبه عندهم افضل من الزمالك والاهلي، ولما جه رجعهم تاني في الجدول. واتم طارق مصطفى شخصيته قويه وبيرفض اي لاعب يتفرض عليه. مصطفى يونس نجم الاهلي السابق: نفسي كمصطفى يونس ان الاهلي ياخد كل البطولات، لكن ليه ما يبقاش في 4 أو 5 فرق تنافس على الدوري؟ لكن احنا عندنا كان الزمالك والاهلي بدايه الموسم، وحاليا اصبح بيراميدز والاهلي. الناس اللي بتتكلم الاهلي بيتاجل له كتير، بالعكس احنا مزنوقين في خانه اليك وفي ضغط كبير، وكولر ليس لديه وقت للتطوير ولا الشغل الفني ليرد طارق يحيى. الامر محسوم لفرق الهبوط، وهناك فرق بين أن تواجه لاعب لديه أمل في الدوري أو رمى الفوطة خلاص وأنه عارف أنه هيهبط. الفرق التي في احتياج نقطة بتلاعب الزمالك والأهلي ورا بعض ومفيش تكافؤ فرص لبعض الفرق ومنهم الجيش والداخلية. واختتم الناس اللي شغالة في اتحاد الكرة: شايفين العوار والأخطاء ليه ما بنصلحش ليه؟ طارق يحيى: الزمالك فاز فوز معنوي امام الجيش لان لدينا مباراه اهم وهي السوبر الافريقي ومباريات الدوري، والفوز خير استعداد لها. وتابع: لكن في لعيبه منوره مثل عبد الله السعيد ومصطفى شلبي واوباما. انا فرحان لاوباما جدا وبالهدف الذي احرزه لانه مظلوم جدا، وشدد الفوز الذي يحققه الزمالك معنوي لاننا لا ننافس على الدوري، ولكن الفوز هيكون مفيد في الاستعداد للسوبر الافريقي امام الاهلي. ومن المكاسب ايضا اشراك الناشئين. لاعبي الزمالك الشباب جيدين واحمد مجدي في لاعبين اكبر منه وبيغلطوا. طارق يحيى: مباراة بيراميدز والاهلي 50-50 وبيراميدز عندهم فرصة ذهبية هذا الموسم وانه ما يخسرش ماتشين الاهلي. وتابع: بيراميدز عنده فرصة ذهبية للفوز بالدوري في ظل غياب الزمالك هذا الموسم عن المنافسة، لان الزمالك مش هيبقى كده الموسم المقبل. طارق يحيى: في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأضاف: ما حدث لأحمد رفعت قهر بمعنى كلمة قهر، والقهر عملية صعبة أتمنى نلحق الباقي لدينا. رمضان صبحي يتعرض لأمور كثيرة وأتمنى نلحقه. وشدد: لابد أن نلحق شيكابالا من التنمر الذي يتعرض له باستمرار. ومحمود علاء: ندعمه وأردف لاعبين كثر في الدرجة الثانية بيتعرضوا لضغوط ويجب أن نحميهم، واحساسنا ومشاعرنا مختلفه، ممكن لاعب يتحمل واخر لا. واختتم: لاعب كره القدم حساس جدا ورغم ظهورنا في القنوات واننا نعيش حياه مرتاحه انما لدينا امور كثيره ونتمنى نلحق باقي اللاعبين.
وصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى مدينة بوردو أمس على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء المقبل، تحضيرا لأول مباراة رسمية في الأولمبيد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري في الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل. الإعلامي إيهاب الكومي مصطفى شلبي تلقى عرضا من أحد أندية الدرجة الأولى في السعودية وليس الدوري الممتاز على سبيل الإعارة مقابل $1,000,000، وأوضح أن الضائقة المالية التي يمر بها الزمالك في الوقت الحالي تجعل مجلس الإدارة يقترب نحو الموافقة على العرض، خاصة مع ترقب إصدار حكم جديد على إدارة القلعة البيضاء لصالح البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق. وأشار إلى أن إبراهيم نداي محترف الفارس الأبيض أمهل نادي الزمالك 48 ساعة فقط قبل فسخ تعاقده بسبب مستحقاته المتأخرة، واختتم البرتغالي طلب من إدارة الزمالك تجديد عقد الثنائي محمد عواد ويوسف أوباما، مؤكدا أنه بحاجة إلى خدمات الثنائي مع الفريق في الموسم الجديد. بس كده دي كل الأخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.